ازيكم يا شباب، في فيديو جديد من قناتنا نيد فور جيم. النهارده معانا موضوع ممتع جدا وهي العاب الاندي. العاب الاندي من اكتر التصنيفات ابداعا في السوق، والالعاب ديت بتكون احسن من العاب التريبل اي اللي بيكون همهم ان هم يحققوا مبيعات بس بدون الاهتمام بالقصه وبالمحتوى وبالمستخدم. والمجال دوت بيقدم افكار ممتعه جدا وبيقدم محتوى للمستخدم احسن كتير من اي مجال تاني. والنهارده هنقدم لكم افضل 10 العاب اندي. بس حابين قبل ما نبدا ان انتوا تعملوا لايك وسبسكرايب على الفيديو، ويلا بينا نبدا. ليتس جو. ونبدا باول لعبه معانا وهي من جونر الرول بلاينج وهي لعبه سي اوف ستارز. اللعبه مستوحاه من الالعاب الكلاسيكيه وبتقدم تجربه مميزه جدا بتجمع بين القتال الاستراتيجي والسرد القصص المميز. والقصة بتحكي عن طفلين من الانقلاب الشمسي بيجمعوا بين قوى الشمس والقمر لتحقيق سحر الكسوف. والسحر دوت عبارة عن قوة هتقدر تخدع المخلوقات الوحشية لكيميائي شهير يدعى ذا فليش مانسر. بالنسبة للجيم بلاي، قدم جيم بلاي فريد جدا من نوعه واسلوب حركة مميز بيتيح للاعب اكتشاف العالم بحرية جدا، ودي نقطة مش موجودة في أغلب الألعاب. وقدمت أيضا قصة ملحمية مليئة بالمغامرات الممتعة ونظام فريد مختلف عن الألعاب الكلاسيكية التقليدية، وبتقدم برضه تفاعل مع البيئة وحل الألغاز. وفعلا اللعبة دي مناسبة جدا لأي حد وحشه ألعاب الرول بلاينج اللي فعلا هتقدم للمستخدم تجربة لا مثيل لها، ولازم الكل يجربها. ونبدأ مع تاني لعبة معانا وهي من جانر البازل وهي لعبة سيلست. اللعبة دي من إنتاج الاستوديو المستقل مات ميكس جيمز، واللعبة نزلت سنة 2018 وحصلت على لعبة العام في الألعاب الأندي. بالنسبة للقصة بتحكي عن فتاة تدعى مادلين وهي عندها اضطراب نفسي في الشخصية، وبسببه بتحاول تتسلق جبل الخيال اللي من خلال الجبل دوت هتواجه العديد من الصعوبات والتحديات الشيقة والممتعة. وبالنسبة للجيم بلاي، قدمت جيم بلاي ممتع جدا وصعب وتمازج بمراحل كتير متعددة وصعبة في نفس الوقت. وتحس ان الجرافيك بتاع اللعبة شبيه جدا بلعبة سوبر ماريو، ولكن بشكل اصعب بكتير ومراحل اكتر وممتعة اكتر. والساوند تراك اللي موجود في الخلفية طبعا بيشد اللعيب، بيخليه ان هو يفضل مكمل في اللعبة مهما يخسر عشان يختم اللعبة. واللعبة دي برشحها لأي لاعب حابب إنه يلعب لعبة 2D ولكن مليئة بالألغاز والمتعة والإثارة، ولازم كلكم تجربوها. وندخل مع تالت لعبة معانا وهي من جنرال الادفنجر وهي لعبة ذا براذرز ريميك. اللعبة إعادة إنتاج من نفس الجزء واسمه ذا براذرز ونزل سنة 2013. واللعبة تميزت بقصة مؤثرة بين الأخوين، والقصة بتدور حول أخوين بيذهبون في رحلة شيقة جدا وممتعة للبحث على علاج لوالدهم المريض. وبالنسبة للريميك، حافظ على القصة الأساسية للعبة وقدم جيم بلاي وساوند تراك أعلى من الجزء القديم. واللعبة قدمت تعاونية ممتازة في الجيم بلاي، بحيث إن اللعبة دي مالتي بلاير لازم اتنين يلعبوها، كل شخص بيتحكم في شخصية من الاتنين وكل شخصية لها دورها في الجيم بلاي، وبيتعاون الأخين للعثور على علاج لوالدهم. وبتبدأ من هنا القصة الشيقة، واللعبة قدمت فانتازيا وساوند تراك على أعلى مستوى يليق بالقصة العظيمة والجرافيك عالي المستوى. ولو حابب تعيش تجربة ممتعة من الفانتازيا والغموض لازم تجرب اللعبة دي. وندخل مع رابع لعبة معانا وهي من جانر الرول بلاينج وهي لعبة ديسكو لوسيوم. واللعبة جمعت ما بين القصة العميقة والحوارات الغنية عن التعريف والحرية في اتخاذ القرار. واللعبة نزلت عام 2019، وقصتها ان هي بتحكي عن محقق عنده فقدان في الذاكرة بيحاول انه يحل جريمة قتل. ومن اهم الاشياء اللي ميزت اللعبة ديت ان كل قرار بتاخده بيأثر في مجريات اللعبة، وكل قرار بيكون محبوك بحبكة بطريقة ممتازة جدا. واللعبة برضه مليئة بالأحداث الشيقة والقتالات الملحمية والساوند تراك اللي يدخلك في الأجواء الرائعة اللي في اللعبة. واللعبة دي فعلا أنصح أي حد إن هو يجربها. وندخل مع خامس لعبة معانا وهي من جنرال ادفنجر وهي لعبة فيو فينلر. اللعبة دي من منظور الشخص الأول ونزلت سنة 2023. واللعبة عبارة عن إنك بتستعمل كاميرا لإعادة تعريف المكان وتصميم العالم. بالنسبة للجزئية ديت إن أنت بتقوم بتصوير المكان، وبتبدأ إن أنت على حسب الصورة اللي أنت بتصورها بتكون المكان عشان تعدل من مرحلة للتانية. واللعبة قدمت جيم بلاي ممتع جدا وأسلوب فني كرتوني مميز بمعنى الكلمة. واللعبة قدمت تجربة فريدة من نوعها وأخرجت لنا جرافيك عالي وألغاز ممتعة للعقل والبصر. واللعبة جميلة جدا لأي حد حابب يعيش تجربة لعبة مميزة زي ديت، وكان لازم أحطها معايا في الفيديو دوت.
وندخل مع سادس لعبة معانا وهي من جانرا الفايتنج وهي لعبة سيفو. اللعبة من منظور الشخص الثالث وبتعتمد على الفنون القتالية، وقصة اللعبة إن هي بتحكي عن شاب بيسعى للانتقام من اللي قتلوا أهله، وبيذهب في رحلة للبحث عن هذا الانتقام معتمد على الكونغ فو. واللعبة تميزت بالحركات الخفيفة والحركات الثقيلة والحركات المميزة وإمكانية استخدام البيئة المحيطة في القتال. واللعبة مشابهة جدا لألعاب الرولايت. واللعبة قدمت فكرة فريدة من نوعها من خلال إن البطل مهما بيموت بيرجع تاني، ولكن بعقاب إن هو بيكبر في السن. ووظيفتك كلاعب هي إن أنت تبحث عن هذا الانتقام وتقوم بالعديد من القتالات الرائعة والممتازة جدا بأقل عدد من مرات الموت. واللعبة ممتعة جدا لحد لا تتخيله، ولازم تجرب اللعبة دي. وندخل مع سابع لعبة معانا وهي من جنر الرعب النفسي وهي لعبة فيساج. اللعبة تم تطويرها ونشرها من استوديو اسمه ساد سكوير، واللعبة نزلت سنة 2020 وكانت من نوع سرفايفل جيم. واللعبة بتدور قصتها في منزل كبير في أحد الضواحي في فترة الثمانينات. واللعبة بتستعمل منظور الشخص الأول، وبيقوم اللاعب بالتحكم بشخصية اسمها دوين إندرسون. والبطل دوت كان أحد سكان المنزل اللي انتحروا بعد ما قتل زوجته وأطفاله، وبعد ما مات أصبح محاصر داخل المنزل وبتقوم تعذيبه كائنات خارقة للطبيعة. ودورك كلاعب إن أنت تحاول تخرج من المكان دوت وتحاول تعرف سبب الأنشطة الغريبة اللي موجودة داخل المنزل. واللعبة تميزت بالديزاين المخيف جدا وطريقة اللعب الشهيرة اللي تحس إن هي شبه لعبة بيتي. وبالنسبة للعبة أندي إن هي تكون بالجرافيك والقصة والرعب دوت تستحق إن هي تنضاف معانا في البلاي ليست ديت، ولازم الكل يجربها. وندخل مع تامن لعبة معانا وهي من جانرا الأكشن وهي لعبة ديد سيلز. اللعبة نزلت سنة 2018 وحصلت على لعبة العام في السنة دي. واللعبة مستوحى قتالها من ألعاب الميترويدفينيا وألعاب الرولايت، وبتدور أحداث اللعبة داخل قلعة سولز لايت. ووظيفتك كلاعب إنك تستكشف القلعة وتواجه الحراس. بالنسبة لجرافيك اللعبة، جرافيك اللعبة كان مميز جدا في حتة البيكسل، وكانت اللعبة ثنائية الأبعاد. ومن أهم مميزات اللعبة ديت اللي ميزتها عن جميع الألعاب هي إنها مليئة بمجموعة كبيرة جدا من السكنات، ومجموعة كبيرة جدا من الأسلحة، وخريطة كبيرة جدا تحس إنك بتلعب لعبة فيها عوالم موازية. والجيم بلاي الخاص باللعبة اعتمد على جزئية مهمة جدا وهي جزئية الموت الدائم، بمعنى ان انت لما بتموت بتعيد المرحلة كلها من الاول من البداية تماما. ودي حتة ممكن تكون مزعجة جدا للاعبين، ولكنها عامل مؤثر جدا في اللعبة. اللعبة قدمت تجربة مميزة جدا لأي لاعب حابب ان هو يلعب لعبة مميزة زي دي، ولازم انك تستمتع بالتحفة الفنية دي قبل اي حاجة. وندخل مع تاسع لعبة معانا وهي من جانرا الار بي جي وهي لعبة الترا كيل. اللعبة من منظور الشخص الأول. واللعبة تميزت بالسرعة العالية جدا في الجيم بلاي واللعب العنيف جدا. واللعبة جمعت ما بين ألعاب الرماية والألعاب الكلاسيكية. وبتدور القصة في أعماق الجحيم بعد انقراض البشرية. ومهمتك كلاعب إنك تلعب بشخصية اسمها V1، وتقوم بتمزيق الأعداء بكل أسلحتك واستعمال دمهم لاستعادة قوتك. اللعبة تميزت بجيم بلاي سريع جدا وعنيف في نفس الوقت، وساوند تراك أعنف في الخلفية يشدك لأجواء اللعبة. وقدمت مراحل صعبة جدا في اللعب، وفعلا من أكتر الألعاب المهضوم حقها في المجال، وفعلا لازم الناس تجربها لأنها مش واخدة حقها خالص. وندخل مع آخر لعبة معانا وهي من جانر الأكشن والرول بلاينج وهي لعبة لايبس أوف بي. اللعبة مقتبسة من لعبة دارك سولز بشدة، ومعروفة أيضا بأسلوب لعب البلود بورن. اللعبة تم تطويرها من استوديو سولز لايت ونزلت في شهر يونيو عام 2023. وبتدور القصة حول دمية استيقظت في محطة قطار بتبحث عن صانعها، وده في ظل الجنون اللي بيحصل من الدمى خلال الثورة على البشر. واللعبة اشتهرت بصعوبتها العالية وأسلوبها الفني المبهر. اللعبة قدمت تجربة ملحمية جدا قدام البوسز، وقدمت برضه ساوند تراك عالي وجرافيك عالي جدا بالنسبة للعبة أندي مستقلة. ومع ان اللعبة مقتبسة من لعبة دارك سولز الا انها تنافس العاب كتير جدا من صفة التريبل اي. وحابب اقول لاي حد شاف اللعبة ديت انه هيعيش تجربة ممتعة جدا وتجربة فريدة من نوعها، ولازم يجربها دلوقتي. وبهنا نكون خلصنا الفيديو يا شباب. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، وتستناني في فيديو جديد.